الكاتب في الجزء ده بيبين ازاي طبيعة القطط بتختلف عننا تماما. بيبين ان وقت ما تلاقي قطة تعبانة او متضايقة او باين عليها توتر، ده مش لحاجة غير ان صاحبها هو اللي متوتر وطبيعة صاحبها بتنعكس عليها. هقول لكم دلوقتي على طبع غريب قوي موجود في القطط. كانت لسه جارتنا بتحكي لي امبارح عن القطة بتاعتهم اللي اوقات كتير جدا بتخرج بالساعة والساعتين، لا واوقات كتير جدا الموضوع ممكن يسرح منها وتقعد اليوم كله بره، وكانت مستغربة هي بتعمل كده ليه او بتروح فين مش عارفة، لكن هي بتقعد بره فترة وبعدين بترجع تاني. وبعد ما قريت الكتاب وتعرفت على طبيعة القطط عرفت هي بتعمل كده ليه. الحقيقة ان صاحبة القطة بقالها فترة بتحاول ان هي تسافر بلد بره مصر، وحصل شوية لخبطة في الورق لدرجة ان هي راحت المطار مرة ورجعت. القطة طبعا عارفة كل ده وحاسة، لكن احنا مش فاهمين طبيعة القطة ومش فاهمين ان هي حاسة بصاحبتها او عارفة ان في قلق وتوتر. الحقيقة ان القطط ما بتقدرش تقعد في مكان فيه توتر، غصب عنها بتخرج وتسيب المكان لحد ما الدنيا تهدى او الاجواء تستقر وبترجع تاني. دي طبيعة القطط. فالكاتب هنا بيقول لنا خليك زي القطة، ما تعيش في جو فيه توتر، حتى لو في توتر حاول انت تظبط الاجواء وتظبط انت التوتر ده. الكاتب هنا بيعرفك ان القط كائن اناني، وده فعلا اللي عرفته. رغم ان القطه متعلقه جدا بصاحبتها، لكن رغم كل ده ما قدرتش ان هي تشاركها التوتر بتاعها. القطه مشت لحد ما الدنيا استقرت ورجعت تاني. القط مش بيضحي برفاهيته او براحته، بيستصغر وبيتجاهل اي حاجه ممكن تعكر مزاجه. ولو هنتكلم بقى عن الناس الحشريه والمتسلطه واللي بتتدخل في كل كبيره وصغيره في حياتنا كانهم وصي او كان لهم الحق في حاجه زي كده، في نوعيه من الناس واعتقد دول كتير جدا ممكن يسيبوهم يتكلموا او يقولوا رايهم او يعلقوا على اي حاجه هم شايفينها متناقضه مع افكارهم او عاداتهم. ممكن يكون ده بدافع الكسوف او قله ثقه او مش عارفين يردوا او شايفين انه موقف ويعدي، ما يعرفوش ان هم كده بدهم الحق يتدخلوا مره واثنين ومية في حياتهم. ولو جينا بقى للقط فهو مش بيسمح ابدا لاي حد يقرب من منطقه الامان بتاعته، واللي القط بيعمله ان هو بيغرز المخالب بتاعته في جسم اللي يضايقه. القطط مش بتجازف بامانها ودايما حاطه للي قدامها حدود. والكاتب هنا بيقول لك ان الانسان ممكن ما يوصلش لقمه النضج والحكمه غير وهو عنده 60 سنه، وفي الوقت اللي معظم الشباب بيضيعوا وقتهم ومش عارفين مطلوب منهم يعملوا ايه. القطط بتكون محدده كويس جدا ايه اللي مطلوب منها. القطه اللي في شارعنا كل يوم بقابلها رايحه تشرب من المكان المخصص بتاع الميه بتاعتها. في قطط معينه كده بقابلها في الشارع بعينها، واوقات كتيره جدا بقابلها في نفس المكان. هم رايحين فين او بيعملوا ايه انا مش عارفه، لكن هم عارفين. عارف انت في الوقت اللي لازم يبقى عندك 60 سنه عشان تعرف تقعد وتبص للسماء وتقول الحكمه، زي الناس الكبار اللي بنشوفهم دايما اجدادنا او الناس العواجيز اللي بنشوفهم في القصص اللي كانت بتتحكى لنا زمان، دايما بيمثلوا الحكمه بالشخص العجوز. القطط مش كده. القطط مولوده حكيمه. يعني ممكن تلاقي قط لسه صغير تكون عنده حكمه اكتر من شاب عنده 20 سنه. ما كنتش عارفه كل ده عن القطط، كنت ببص لها كده واحس ان هي ماشيه كده كائن مغرور في نفسه، لكن حسيت فعلا ان هي ماده حلوه جدا للدراسه، واننا لو بصينا لشخصيه القطط هنعزز حاجات كتير جدا في شخصيتنا ونحاول ننميها. ابني من زمان بيتحايل عليا ان احنا نجيب قطه، لكن انا كنت رافضه، حاسه ان هي كائن شويه فوضوي او كنت حاسه ان هو اناني، رغم ان انا ما كنتش عارفه ده، لكن كنت مستشعره ده في طباعه. او ممكن مثلا اكون خفت من كلام اللي حواليا عن القطط، وده بيرجع تاني لطبعها اللي هو الانانيه. القطط لو اتحبست في مكان او كانت موجوده مثلا في شقه مقفوله ممكن تعبر عن غضبها ان هي توقع مثلا فازه كانت جايزه مثلا او اي حاجه تكون انت مثلا جايبها بمبلغ كبير. الكاتب هنا بيقول لك خلي لك نصيب من راحه ورفاهيه، ما تبقاش دايما الاولويه بتاعتك انك مهتم باللي حواليك وتنسى نفسك. من وجهه نظر انا بقى ممكن يكون الكلام ده موجه اكتر للامهات والاباء اللي بيموتوا نفسهم عشان يجيبوا لقمه العيش لعيالهم، يدخلوهم احسن مدارس، حتى رفاهيات بيموتوا نفسهم عشان يجيبوها لعيالهم. الكاتب هنا عاوز يوجه لهم رساله ان انتوا لازم تهتموا بصحتكم وتهتموا بوقت ليكم، علشان ده هيحسن نفسيتكم، هيخلي موتكم احسن. لو انت مش بتدي الراحه لنفسك او مش بتدي الاهتمام لنفسك عمرك ما هتقدر تدي الاهتمام للي قدامك، بمعنى فاقد الشيء لا يعطيه. الكاتب هنا عاوز يوصل لك رساله ان انت تبص للقط، ابدا بنفسك الاول وبعدين بص للي حواليك، بس ده مش معناه ان احنا نوصل لمرحله الانانيه او الغرور او النرجسيه. الكاتب هنا بيوجه رساله لنفسه، بيقول ان هو بيحط الاكل بتاع القط في الوقت اللي هو بيحبه بالظبط 7 و45 دقيقه، وعاء فيه لبن وعاء فيه ميه وعاء تاني فيه الاكل المجفف او الطازه اللي هو بيحبه، في نفس الوقت اللي هو لما بيجي يفطر بيفطر مستعجل جدا، ممكن يشرب القهوه وهو متحرك. بعد ما قعد يفكر هو ليه بيعمل كده في الوقت اللي بيهتم بالقط جدا، رغم ان القط اناني مش بيحب غير نفسه، لكن هو فضل القط على نفسه. وبدا الكاتب يفكر ان هو لازم يهتم بوجبه الفطور بتاعته، لان هي ممكن تكون اكتر وجبه مميزه في اليوم. عارف انت الوقت اللي ممكن تقعد تسكرول فيه على الموبايل وظهر لك حاجات كتيره، سواء ناس مشاهير او اغنياء او عربيات او بيوت، وتقعد تتمنى الحاجات دي وتتمنى ان انت تكون مكان الناس دي مثلا او تقدر تمتلك الحاجات دي. الكاتب هنا بيقول لك ان القط عمره ما بص للحاجات دي، عمره ما بص للفار او للكلب، حتى ما تمناش انه يكون بني ادم، ولا حتى بيبص لقط تاني غيره. القط بيحب نفسه وبيحب شخصيته وبيحب انه يكون هو. وقبل ما انهي الكلام في الفيديو ده واكد ليا قبلكم ان احنا لازم نتقبل نفسنا زي ما هي، افتكر النهارده وانا رايحه الشغل كان
الشارع بتاعنا زحمه قوي، الشارع اللي بيودي للشغل بتاعي، الناس ماشيه بالراحه، وبصراحه حاجه مستفزه وتضايق قوي. كل مره بروح الشغل وانا متعصبه وبوصل في نفس الميعاد بالظبط، لكن هعمل ايه؟ اكيد انا مش هطير عشان اعدي الناس اللي قدامي، مفيش اي ملجأ خالص غير ان انا امشي وابقى متضايقه. النهارده جيت اعمل كده، لكن افتكرت ان انا لو انا قطه ماشيه في الشارع مش هعمل حاجه اكتر من ان انا الحته الواسعه همشي منها، وفعلا عملت كده النهارده، ما اتضايقتش خالص. حاولت افكر كده ان انا لو قطه همشي في الحته دي وهمشي هنا وهمشي هنا، وصلت برضه في نفس الميعاد. بس الجديد ان انا ما كنتش متضايقه زي كل مره. اكتشفت ان حياه القطط بتفرق جدا، وان احنا لو قلدناهم حاسه ان احنا هنرتاح كتير. اتمنى ان انا بعد ما اخلص الكتاب ده افضل فاكره الطباع دي واطبقها في حياتي زي ما عملت النهارده. حاسه ان انا ممكن اهدى كتير، وان شاء الله اشوفكم المره الجايه في طبع جديد من طباع القطط.